لماذا تتنحى عن البطولة وتدخل في خندق الخيانة؟ الناس هتبص لها كده. يبقى اسمح لي اقول لك بقى كلام ربنا برضه سبحانه وتعالى، وارجو ان كلام ربنا ده وبعد الايات اللي احنا عمالين نشوفها دي ما ناخدش الكلام باستخفاف. ربنا سبحانه وتعالى بيقول بسم الله الرحمن الرحيم يا حسرة يا حسرة. شوف احنا هنا لما واحد بيبقى يعني زعلانين منه بنقول يا حسرتي عليك يا حسرتي عليك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. صدق الله العظيم. بنستهزأ ليه؟ ليه؟ هو أنا رسول جايب لك دين؟ ده أنا جاي بقول لك كلمة حق، ده أنا بتكلم الحق، أنا مش عاوز حاجة. طب ما تقولها من أي منبر، مش لازم الحزب الوطني. ما هو موجود أهو، موجود أهو. وأنت عارف إن أنا عشان أعمل حزب، أنت عارف حسني مبارك أيام حسني مبارك كان بيشترط لتأسيس الحزب 1000 توكيل. أنت عارف المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلاها كام واحد؟ 5000. أنا ممكن أجيب ال 5000 عادي، لكن ليه؟ بقى حسني مبارك يقول 1000 وأنتوا جايين تقولوا لي 5000؟ 5000 ليه؟ وترهقني ليه؟ تيجي تغرمني فلوس ليه؟ هو احنا من اللي سارقين؟ عشان تقول لي اللي سارقين هم اللي معاهم فلوس وهم اللي موجودين النهارده وهم اللي بيتكلموا باسم الثوره. دي من المآخذ على القرارات، بالقرارات اللي اتخذت. هذا القرار يجب ان يعاد النظر فيه. عشان اسس حزب خليها يا اخي حتى زي حسني مبارك ما كان عامل، خليها زيه يا اخي 1000 توكيل. لكن 5000 بكام التوكيل؟ بيتكلف كام؟ هل الشباب هيقدر يلم الملايين دي عشان يعمل حزب؟ ازاي؟ هيجيبوا منين؟ طيب خلينا في موضوعنا، ما نبعدش يعني عن الموضوع. انا بدي نقطه. كل القيادات في الحزب الوطني التي كانت تطالب في السابق بالاصلاح زي مثلا دكتور حسام بدراوي، كل الناس قفزت من مركب بتسقط في قاع البحر، بالتعبير الشعبي نطت من المركب. طبعا. انت طالع المركب اللي بتقع وبتغرق. ده الفرق، ده الفرق بين طلعت السادات وغيره. انا اللي اطلع المركب وانا اللي اعوم المركب، وبعد ما اعومها بمصر السلام عليكم وامشي. مش عاوز حاجه، مش طمعان في حاجه، ولا ارشح نفسي في رئاسه الجمهوريه زي اخونا شعبان عبد الرحيم والفرقه اللي معاه، ولا انا يعني هرشح نفسي رئيس وزاره، ولا انا راجل باصص لكرسي مجلس الشعب، ولا انا مش باصص لشيء. انا كل املي ان اذكر في سطر في كتاب التاريخ. ما ممكن يبقى سطر في قائمة العار مثلا. لا ليه؟ انا عملت ايه؟ ده انا بخدم الناس، ده انا عشانك يا مصر اقطع من جتتي. لا انا وطنيتي مفيش فيها جدال، بدليل ان ربنا عصمني وخلاني ما مدش ايدي في زمن حسني مبارك، رغم ان انا ساعات مرت عليا ايام اقسم لك بالله العلي العظيم ان كان ابني بيبقى جاي رايح المدرسه ما كان بيبقى في جيبي جنيه. انا لما سالت مش انا اللي يتقال لي تجاره مش انا. طيب ما انت ممكن تكون يعني بتبيع هذا التاريخ المشاغب اللي تحملت فيه الكثير. مشاغب، ده تاريخ واقعي، ده تقريبا شعب مصر كله هو زي حالاتي كده. لما سالت اللواء نبيل لؤى بباوي فقال لي انتوا عاوزين ايه؟ احنا جبنا لكم الراجل اللي رفع الحذاء في وجه احمد عز. انا اجابتي طب ما هو طلعت السادات يرفع الحذاء الان في وجه الشعب المصري. لا انا شعب مصر ده يا راجل، ده انا بعد ما بخلص صلاه الدعاء بتاعي اللهم اجعلني ممن يدخلون الدنيا ويخرجون منها بعد ان يضيفوا اليها شيئا وشيئا وشيئا، ولا تجعلني ممن يدخلون الدنيا ويخرجون منها دون ان يضيفوا اليها شيئا. ده انا اللي لغتي كلها مع حبيبي اللي بحبه وبحترمه وبخاف منه وما زعلوش مني. يبقى انا الراجل اللي بيدور على مصلحة مصر، الراجل اللي دماغه كلها خطط اخلي اي اب يروح بيته على وشه ابتسامة، فرحان، شايله ومشايله ومروح لعياله، مش داخل مغموم وقرفان وأكنه رايح الاسم.
مش هخلي الست اللي قاعده في البيت دي قاعده بالجلابيه طول النهار وشعرها زي ما هو وحالتها زي ما هي. ما هو انت ما معكش عصا موسى يا اديني فرصه. مش هتضرب بعصا موسى فهتحل لنا كل المشاكل. من الحراميه هي مش عاوزه عصا موسى، ده هي عاوزه اخلاص وحب. ولا عصا حبيب العدلي. لا حبيب العدلي ده مين؟ ده حبيب العدلي ده هيتمد على رجله ويصبر على اللي عمله في الناس. هو ده اللي قتل الناس، هو ده، لانه دموي. ده انسان دموي وانسان قبل الحرام على بيته وعلى اولاده وفلوسه حرام، وياما قتل ناس وياما افترى. ده انا مره بعت له سؤال عن طريق مجلس الشعب، راجل نائب بيخاطب وزير، قلت له انا نما الى علمي ان انت فاتح 3 بيوت، قول لي انت بتقبض كام، مرتبك كام؟ دي في حاجه؟ بكلم وزير موظف يقول لك 3 بيوت ولا تهز من طلعت السادات ولا هرد عليه. ما تقول فاتحهم ازاي؟ ده احنا فاتحين بيت وواقعين جنبه. انت فاتح 3 ومتجوز 3 وعندك 72 سنه. منطقه الحياه الخاصه دي ابعدنا عنها. ما هي بيوت مفتوحه منين؟ بيصرف منين؟ احنا بنختلف مع الناس سياسيا. زي ما انا في يوم من الايام وقفت اسالهم قلت لهم جمال مبارك فاتح بيته منين؟ ما انا عاوز اعرف. مش الناس دي عاوزه تحكمنا وبتحكمنا؟ قولوا لنا ده فاتح بيته منين؟ بيشتغل ايه؟ وظيفته ايه؟ بيقبض كام؟ عشان نبقى عارفين. ولا هي الحكايه ماشيه كده؟ ده انت في يوم من الايام استضفتني، حبوا يعملوا لي قصه قضيه رشوه. ما هم غلبانين معايا مش عارفين يعملوا معايا ايه. مره افسد الحياه السياسيه، مره اهان القوات المسلحه، مره قال لك ده خد رشوه. تصدق بالله انا بعد الثوره قابلت الراجل اللي هم يا عيني خدوه، اللي هو الاخ عز ابو عوض. عز ابو عوض اللي كان متهمك بانك حصلت منه على رشوه عشان تعمل له شركه سياحيه. عارف قال لي ايه؟ قال لي المباحث هجمت عليا في البيت، مسكت بناتي ومسكوا عيالي وجريت اجري عليهم، رحت هناك خدوني، رحت عند عدلي فايد. عدلي فايد المحبوس النهارده. عارف عدلي فايد يقول له ايه؟ يقول له ازاي طلعت السادات يشتمك وانت راجل صعيدي؟ ازاي طلعت السادات يهزاك قدام العماره؟ احنا عاوزينك تبقى موجود واحنا جايبين رجاله عشان هيخلصوا عليه، بس انت تبقى موجود. خد بالك الراجل لسه حكي لي الكلام ده من كام يوم. يخلصوا عليك؟ ايوه يقتلوني. عارف الراجل قال لي ايه؟ قال لي بعت لك الواد السواق فوق عشان يقول لك ما تنزلش. انا يوميها شاء السميع العليم ان انا ما نزلتش طبيعي. وهو قال لهم لا انتوا عاوزين ابقى موجود عشان لما يتقتل اتحاكم انا واخد اعدام. ده الراجل قايل لي كده. عز ابو عوض اللي هو اتهمك قال لي كده، اتهمك بالرشوه في القضيه اللي انت كنت هتدخل فيها. قال لك اولا امن حبيب العدلي وعدلي فايد مدير الامن العام هم اللي جابوني وقالوا لي لفه القضيه. عميد اسمه محمد قاسم قال لي كده. جابوه عشان يلفوا لك القضيه. ايوه خدوه وجابوه عشان يقتلوه. مش عاوزين يلفوا قضيه وبس، هم حسوا ان القضيه طالعه في شنك. قال لك خلص زي ما حاولوا يخلصوا عليا في المنيا. نهار ما جبت البراءه للولد اللي كان متهم في بني مزار، يوميها ما هجموا عليا لولا شاء ربك الشارع عقاري الباب بتاعه يبقى مفتوح. دخلت جوه وقفلت الباب وهم واقفين بره يبصوا لي مش طايليني، كانوا هيخلصوا. طيب انت بتحكي لي واقعه يعني بالامس كنت ضحيه، اليوم انت جاني ترأس حزب القتلة والفاسدين. يعني انت قاعد تكلمني عن قتلة وفاسدين وانت الان امتداد لهم. ما ربنا سبحانه وتعالى خلصنا منهم خلاص. عايزين نتكلم في بكره بقى، في مصر، في شباب مصر، الناس اللي عاوزه تعيش. انا ما اشوفش بكره مع الحزب الوطني ابدا. ده الحزب الوطني الجديد، الحزب الوطني الجديد برئاسه طلعت السادات. ولا ما طلعت انت هتخدعنا هتخدعنا بكلمه اسمها الجديد يا استاذ. ملهاش دلاله. زي الوفد الجديد يا اخي. يعني اشمعنى انت راضي عن الوفد الجديد وما انتش راضي عن الحزب الوطني الجديد؟ الوفد لم يرتكب الجرائم التي ارتكبها الحزب الوطني في حق الشعب. يعني ما تحاكموش قدام محكمه الغدر
قدام محكمه الثوره ما تنازعوش احكام. ده محاكمات ليست محاكمات سياسيه يا استاذ. امال انت هتسيب دول مش هتحاكمهم سياسيا؟ انت هتسيب دول؟ هتقول لي هاخدهم على النيابه والنيابه هتحقق معاهم؟ لا يعني لا احد يستطيع ان يشكك في وطنيه لابد من محكمه الزعيم ثوره. مصطفى النحاس، ولا احد يستطيع ان يشكك في وطنيه فؤاد سراج الدين. امال اتحاكموا ليه؟ امال يبقى ثوره 52 دي بقى ثوره يوليو وجمال عبد الناصر وانور السادات كانت اونطه. طب ما انت اتحاكمت قدام مين؟ اذا الخلافات السياسيه يمكن ان تؤدي الى محاكمه البعض. لا اصل دلوقتي انا لما بقول الحزب الوطني الجديد، الحزب الوطني الجديد ده الحزب الوحيد او الكيان الوحيد اللي موجود في مصر له رجلين. الكيان الوحيد اللي له رجلين هو الحزب الوطني الجديد. رجل الاولى اليمين اكتوبر 73، والثانيه 25 يناير 2011 للحزب الوطني الجديد. 25 يناير الجديد قامت للاطاحه بالحزب الوطني. ايوه بالرموز الفاسده والحراميه والناس اللي ملهاش اي لازمه، لكن مش الحزب الوطني الجديد، مش طلعت السادات والناس اللي معاه. اتفرج بعد 25 مش هتخدع الناس بكلمه الجديد ده يا استاذ صالح، الناس خلاص بقت واعيه ومفيش حد هيخدعها. طب مش ناخد فرصتي؟ مش اخد فرصتي؟ يعني انت عاوز كلمه الجديد دي تمحو؟ ايوه تمحو العار. لا، وجود طلعت السادات في حد ذاته يمحو اي شيء، لان معروف ان انا نضيف. وزي ما قلت لو لقيت واحد مادد ايده مش هقطع ايده، هقطع رقبته، ما بهزرش. انا فاصل امبارح بقول لحضرتك 16 واحد. انا خايف تفصل الحزب كله وتلاقي نفسك قاعد في اوضه انت ونفسك بس. ليه؟ ده شعب مصر نضيف، ده شعب حلو وناس طيبين وناس غلابه وناس مش بتاعت مشاكل. ده احنا كل منانا على رأي اخواننا بتوع شمال سيناء كسرة خبز وشربة ماء. طيب انت قلت انه حاسبوني بعد 25 ابريل، انا اللي افهمه من ده انك يمكن ان تطيح ببعض القيادات في الحزب الوطني، ممكن تطيح بالامانة العامة اللي جابتك. وماله؟ ايه يعني؟ ايه يعني؟ انا بطهر نفسي. وبعدين ما هم الناس قابلين باي حاجة. حتى لما انا طلبت منهم قلت لهم انا من المطالب اللي كنت بطالب بيها وانا في التحرير حل المجالس المحليه، لانها جت بدون اشراف قضائي. في ناس قالوا لي وماله، في ناس قالوا لي وماله، احنا ممكن ننسحب من المحليات والناس تقدم استقالات ويستعدوا للانتخابات اللي جايه تحت اشراف قضائي. وانا من خلال البرنامج بقول لاعضاء الحزب الوطني الجديد اللي ما كانوش موجودين في الاجتماع، احنا اكرم لنا ان احنا نتقدم باستقالاتنا على المستويات الثلاثه، القريه والمدينه والعاصمه. نستقيل من المجالس المحليه عشان نستعد لخوض الانتخابات المحليات اللي جايه تحت اشراف قضائي، وبدل ما المجلس الاعلى للقوات المسلحه يحلنا ونلاقي نفسنا خسرنا كده وخسرنا كده، احنا نعملها بكرامه وبعظمه وننسحب. خلينا ناخد بس العناوين اللي ممكن تكون صحفيه مهمه. يعني انت في 25 ابريل على قبر الرئيس الراحل انور السادات يمكن ان تتخلص من بعض اعضاء الامانه العامه اللي جابوك رئيسا للحزب الوطني، اللي يثبت ان هم ليسوا فوق مستوى الشبهات. بس هيسمعوا كلامك دلوقتي هيبتدوا يعدوا مؤامره للاطاحه بيه. انا بيهمني الكلام ده. انا ما اشوف، انا جاي لمهمه محدده، مصر. عيب لما يطلع واحد يقول لك مش تعمل المشطه في الوش العيك. ليه تقول كده؟ ليه؟ ما خلاص الوش العاكر، ما خلاص في السجن، انت عاوز ايه تاني؟ ما انا جبتها لك يا استاذ صالح، ميه النيل كلها لم تنظف الحزب الوطني. ده ربك سبحانه وتعالى هو اللي طهره، ده ربك سبحانه وتعالى خلق حسني مبارك وجاب طلعت السادات. دي آية لوحدها تخلينا نقعد نبص كده نقول